عدت لحركة نداء تونس عادي بعد مرحلة أولى في الحزب، مرحلة ثانية في رئاسة الجمهورية كمدير ديوان. توا رجعت للحزب كرئيس هيئة سياسية لتسيير الحزب مع الوخيان في الهيئة السياسية. هي تنجم تقول مش مجبر أخاك، هو ثم الواقع ثم تداعيات في الواقع صارت خلت نتوجه نرجع للحزب بطبيعة الأمور، لأنه تعرفوا أنتم أنه أنا مدير ديوان سياسي ما كنتش بعيد على الحزب، وهذه ربما أثارت بعض النقاشات وغيرها من حتى الانتقادات من بعض وخيان في الحزب. ف الوضعية في الحزب والتجاذبات في الحزب خلتني ربما طرف في بعض الخلافات اللي أدت في وقت من الأوقات باش نختار بين مواصلة مهامي في ديوان السيد رئيس الجمهورية ولا الرجوع للحزب. في آخر المطاف تحت التطورات هذه خيرت باش نرجع للحزب. رئيس الجمهورية أولا بعيد على الأمور الحزبية بحكم الدستور، لكن هذا مش ما يعنيش أنه ما يعطيش رايه، ماهوش في التسيير، لكن يعطي رايه من حقه باش يكون عنده موقف سياسي في الحزب. كان عنده مواقف، لكن أنا بحكم أنه القانون يسمح لي باش نكون مدير ديوان ويكون عندي نشاط حزبي وحتى مهام حزبية، كنت أكثر التزام، أكثر عمل حزبي من الرئيس. طبعا آراء وناخوها بعين الاعتبار، لكن كنت نتحرك باستقلالية. نجم نقول ما ننكرش أنه كان عندي التزام حزبي أثناء قيامي بمهامي في الرئاسة، لكن الالتزام هذا قناعة أنه دفعت على الحزب من الاندثار وقتها، لأنه كان ثم عملية متاع تفريغ الحزب وإفراغه من المناضلين متاعه من كوادره. حسب تقديراتكم هذيك التحركات هذيك كنت خايف، وكنا خايفين أنه الحزب كان مهدد، وبالتالي كنت معناها مجبر على التحرك لحماية الحزب، لأنه حاولوا الإخوان اللي قبل باش يرجعوا كل، لكن بعد الانتخابات صارت فراغ هو منذ الانتخابات، وبدأ بشوية بشوية يتعمق إلى حين تعمقت الخلافات. وقتها الحزب نجم نقولوا توقف بصورة شبه كلية عن العمل، بقى كانش الإدارة دفع الكراءات والأمور الأساسية التسييرية الأساسية. توا قاعدين نرجعوا بشوية بشوية بالتنسيق مع الهيئة السياسية، واللي باش نحاولوا نرجعوا أغلبية أعضائها. غدوة عندنا اجتماع متاع الهيئة السياسية، والعديد من الإخوة باش يلتحقوا بها غدوة. هذا الهدف متاعنا، أنه نرجعوا الناس الكل اللي بعدت على الحزب، سواء غاضبة من نتائج مؤتمر سوسة، ولا مشيت الجهات أخرى أو كتل أخرى، ولا كونت كتلة أخرى في مجلس نواب الشعب. الهدف متاعنا في نهاية الأمر الكل نحبوا نرجعوهم ونوحدوا الحزب كما كان قبل الانتخابات. هو المجموعة هذيك نجم نقولوا مشاو برشا في ابتعادهم على حركة نداء تونس وكونوا حزب، والبارح وقع الإعلان على الحزب وتكوينه الكل. دونك أصعب هذوك آخر حلقة ممكن الاتصال بها، لأنهم هما في مشروع جديد، لكن ثم غيرهم اللي ما دخلوش في المشروع هذايا. احنا بصدد الاتصال بهم باستمرار. بدينا بالحلقة الأولى متاع الهيئة السياسية، وبعد باش نحلوا في الحلقات اللي أوسع. الهدف متاعنا واللي باش نعمل من أجله هو أن تبقى حركة نداء تونس فيها الروافد الكل، بما فيهم الدستوريون واليساريون المستقلون وغيرهم من الروافد والنقابيون.
مسألة الدستوريون هم دستوريين موجودين من الأول في الحزب منذ تأسيس الحزب، فيه الرافد هذا. اليوم في ممكن أن يتكاثر العدد متاعهم ولا يقع التنسيق معهم كأحزاب دستورية، هذا مطلوب واحنا نشجعوه، لكن باش يولي حزب دستوري بالمفهوم التقليدي هذا ما عادش ممكن، لأنه الحزب بطبيعته متعدد الروافد ومتعدد الاتجاهات، وبالتالي حتى حضورنا البارح في مستير بمناسبة الذكرى 82 متاع تأسيس الحزب مؤتمر قصر هلال، بينا هذا في الخطاب وقلنا أن البورقيبية اللي هي رافد وعنصر من عناصر المرجعية متاع نداء تونس هي مرجع من المراجع إلى جانب المراجع الأخرى اللي هي أثرت حركة نداء تونس بعد تأسيسه. ثم ترحيب عام بتوحيد العائلة الدستورية والتقارب مع الأحزاب. من شأنكم كحزب نداء تونس؟ لا، مش من شأننا، لكن احنا يهمنا شأن الدستوريين، يهمنا هما مهما يكون من أمر عندهم دور في النضال الوطني في بناء الدولة. احنا ما نرفضوش هذايا ونقبلوه ونعملوا من أجله إذا كان تبقى حركة نداء تونس على ثرائها وعلى تعددها. هذايا ما راوش مانع باش تكون حركة نداء تونس حاضنة لدستوريين أو مجموعات انتمت إلى تنجم ويفقوا مراش مانع. التيار بطبيعته هو الفصل اللي يتعلق بالتيارات موجود، لكن التيار ما يعنيش أنه فيه انفصال أو عدم انسجام مع مواقف الحزب، ينجموا يكونوا موجودين. داير توا ثم فوزي اللومي عامل تيار، هذا ما يمنعش أنه ناس أخرى دستوريين ينجموا يجيوا يلتحقوا بالحزب، لكن الأساس والشرط أنه نداء تونس يبقى متعدد الروافد منفتح، والمرجعية البورقيبية ما هي الوحيدة، هي أحد ركائز حركة نداء تونس. الحزب كهيكل مازال موجود، وندفعوا في الكروات الشهر هذا متاع أكثر من 180 مقر. ما تغيرتش الهيكل، الحزب ما غادروهش المناضلين والإطارات الكل، ولو وقع برود في النضال وفي التحرك وكل، لكن إلى حد الآن تحس أنه الحزب موجود، هيكله موجودة، المقرات موجودة سواء في الجهويات سواء في المحليات وحتى في بعض التنسيقيات القاعدية. الحزب موجود، لكن الأزمة أثرت فيه، ما ننكروش أنه في النشاط، في حماس المناضلين، ثم قلق من الصراعات، فما حالة إحباط ولو نسبية، لكن الجوهر متاع الحزب مكوناته الأساسية الغيرة عليه تحسها مازال موجود. والبارح شفت أنا في قصر هلال وفي مستير أنه الوجوه اللي نعرفها الكل باقية في ما ريتش شكون اللي ريتهم عمناول في ذكرى اللي كنت حاضر قبل، وولت عمناول قبل الانتخابات في دار عياد كنت حاضر، هما بنفسهم موجودين، ما ثم حالات متاع تشكي متاع غضب ربما، لكن الوجوه هي بنفسها. انا ما ننكرش اللي ثم ازمه، لكن قلت لك المغادره متاع والقواعد ما زالت نسبيه وضئيله. ثم الازمه في الكتله اكثر من اللي هي في القواعد. صحيح كتله حركه نداء تونس قبلت ضربة جدية، معناها 25 أو 26 نائب تمثل وتشكل ضربة حقيقية، لكن في القواعد وفي الهياكل لأنه ما ثماش حزب احتضن المغادرين أو الغاضبين، أو ترى أنه ثم حالة إحباط أو حالة غضب، حتى الغضب وكل، لكن ما ثماش مغادرة إلى أحزاب أخرى أو إلى، وحتى انت تشوف سبر الآراء، ترى حركة نداء تونس ولو ما ناخذوهاش الكل على معناها بكل شيء نسبي، لكن تعدد سبر الآراء باقي يعطي نداء تونس موجود في الساحة،
ولكن تلقى نسبة المحبطين هي مرتفعة، ما ثماش حزب ما صارش آخر استقطاب يعني استقطاب وبالتالي كي يقول لك أنا ماهيش وردية لكن زادة ماهيش سوداء، ثم لا ريكوبيراسيون معناها استرجاع الوضع مازال ممكن. شروط التوحيد، الانفتاح، النقاشات، معناها الاتصال، لأنه الحزب كان عنده زعيم قعد يخدم بزعيم والناس تتبع، الناس تعتبره هو اللي القائد محنك وتثق فيه ثقة كبيرة وتتبعه. توا ما عادش ثم زعامة في الحزب، لابد من تثبيت مبادئ ديمقراطية، تشاور واتخاذ قرار جماعي. حتى التسيير لابد أن يكون جماعي، لأنه الحزب لم ناس عندها تجربة سياسية ومناضلين في أحزاب أخرى ما يقبلوش معناها يتبعوا بدون نقاش أو بدون ما يناقشوا القرارات. هذه شروط النجاح، والانفتاح على ناس جديدة والقديمة اللي جات وغضبت وخرجت، هذه شروط النجاح. أنا ناخذ موضوع حافظ كموضوع في الحزب منذ تأسيس الحزب. الساعة نحب نرجع شوية تاريخيا، هذه ربما قلتها لكن باش نعاودها. حافظ من الحلقة الأولى اللي النواة الأولى، أنا نتذكر الأولانيين اللي اتصلت بهم عمر أصحابه حافظ قايد السبسي. عمر أصحابه كنت نمشي له المقر المغرب، وحافظ يجي مع والده في مكتب والده نتاع المحامي، قبل حتى ما يجي محسن والازهر العكرمي لي اسابيع، ثم فرق صغير معناه. اما الاخرين الكل اللي توا ينتقدوا ويثيروا في موضوع التوريث جاوا بعد عام وعامين. اما الحلقه الاولى هذه هي وفيها حافظ قايد السبسي. دونك منذ الانطلاق هو موجود. كي نجيو اليوم احنا نقولوا له يلزمك تغادر، هذا ماهوش مطلب معقول، لكن خلافات مع حافظ وانت تعرفها كصحفيه من الاول، معناها تتبع في نداء تونس وتعرف خلافات حول الصلاحيات. صارت فترات متاع بناء مع بعضنا، فترات متاع خلافات، وبعد ترجع المياه الى مجاريها. ثم أخيان في الحزب قدروا تقدير خاطئ الموضوع حافظ قايد السبسي، وفي في 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 بقعة أنه يقع نقاش حول صلاحياته في الحزب ومعناها جدل حول وضعه في الحزب كيف وكيف غيره، وقع معناها تحويل النقاش إلى موضوع توريث ومغادرة الحزب. فوقع الفراغ هذاك نوعا ما، فظهر وكأنه حافظ استأثر بالحزب وظهرت الصورة، وهو أنا في اعتقادي مش صحيح. حتى مؤتمر سوسة اللي أفرز معناها قيادة ب 32 عضو ما تعكسش قوة وسيطرة لحافظ قايد السبسي، ولو أنه خذا الإدارة التنفيذية بصلاحياتها الواسعة. هو موقف الرئيس دائما يحاول يتجنب موضوع التوريث، وكان ماذا به أنه حافظ يكون بعيد على المسؤوليات الحزبية، وهذه يقولها. لكن ثم وضع موجود في الحزب وثم مؤتمر أفرز وجود حافظ في قيادة الحزب. الرئيس رأيه صحيح، لكن تطبيق الرأي على في الواقع ثم بعد شاسع. ما ينجمش يفرض هذا الرأي في الحزب، لأنه حافظ اليوم عنده مسؤولية. أعتقد أنه الرئيس ربما يخير أنه سي حافظ يبعد، لكن ما ينجمش زاده يحرمه من حقه إذا كان هو يحب ومتشبث باش يقول له أو يستعمل طرق باش يفرض عليه الانسحاب. على كل حال هو موجود اليوم ضمن قيادة جماعية. الصورة اللي توا ظاهرة ما نتصورش أنه
حافظ هو المستأثر بقيادة الحزب. نحاولوا باش تكون قيادة جماعية في التسيير. موجود عنده صلاحيات وكيما غيره. ثم خلافات حول الصلاحيات كل يوم تتطرح حول الموضوع هذا. الهياكل نحاولوا بقدر الإمكان في كل موضوع تكون لجنة هي المتكفلة بتسيير، سواء بالنسبة للمؤتمر باش نختاروا لجنة، بالنسبة للهياكل ماشية في اتجاه اختيار دائرة، وإلا في الشباب وفي غيرها من المواضيع. مش صحيح أنه يحب سي حافظ توا دخول شخصيات أخرى من خارج الحزب أو خصوصا من الحركة الدستورية والأحزاب الدستورية. الاتفاق أنه نرجعوا الناس اللي انسحبت، ثم في مرحلة ثانية ننفتحوا على أطراف أخرى. هذا فيه اتفاق. هي مسألة الهياكل يحبوا تسيير جماعي في اختيار المنسقين وإعادة بعض التنسيقيات ترتيبها. بالنسبة للتسيير الجماعي، بالنسبة لصورة الحزب، معناها موضوع هذايا حافظ أو غيره ما يكونش مستأثر صورة أنه شخص يستأثر بالحزب. هذه شروطهم وخصوصا اتخاذ القرار بصورة جماعية. علاقاتي بحركة النهضة علاقات عادية من قبل، من عام 2011 علاقات عادية، لكن نحترمهم ويحترموني. يحترموني، يعرفوا المرجعية متاعي ويعرفوا اللي أنا معناها عندي انتماء لحركة نداء تونس ولمشروع معين، وكذلك أنا أؤمن بدورهم في الانتقال الديمقراطي، دورهم في التوازن السياسي. ولا يمكن للانتقال الديمقراطي في المرحلة هذه أن ينجح بدون أن يقع مشاركتهم في الحياة السياسية وفي المشهد السياسي. وكذلك أؤمن أن مشاركتهم في المرحلة هذه خلاهم يتطوروا وفما تمشي نحو حزب سياسي والتخلي على المبادئ اللي فيها نوع من الإقصاء ونوع من الممارسات اللي كانت ربما عند انطلاق حزبهم وعند في مراحل سابقة. التجربة متاع تونس بعد الثورة خلت المشهد السياسي ماشي نحو عقلنة العمل السياسي، سواء في حركة النهضة أو في اليوم في حركة نداء تونس اللي قاعدة تشهد تطور شيئا فشيئا نحو عقلنة الممارسات متاعها. ما نحشمش باش نقول أنه النهضة عندي علاقات معاهم، واعتبر أنه دورهم في المرحلة هذه إيجابي، وحزب قاعد دوره يقوم بدور وطني في المرحلة هذه. هذا ما يعنيش أني نوافق جميع مواقفهم ولا برامجهم ولا معناها توجهات. أنه حتى واحد في حركة نداء تونس ما كان ينجم يكون حكومة ويهتم بمشاغل الدولة وإرجاع الدولة للعمل في الفترة هذيك، وكان باش يخضع لي أجندات حزبية وقت لي حاجتنا برجل دولة، برجل يرجع آلة الدولة للعمل. وهذا ما ثماش واحد معناها جاهز للعملية هذه كيما السيد الحبيب السيد. حركة نداء تونس نجحت بنسبة مش كبيرة، وبدون دعم معناها ومشاركة أطراف أخرى بما فيها النهضة اللي باش تدعمه باش يفشل. أعتقد أن العمل الحكومي كله ماشي ويتحسن. هذا ما يعنيش أنه لابد من تقييم ولابد من بعد فترة يقع تقييم ومراجعة بعض الحاجات. هذا مؤكد في كل حكومة وحزب يقع، ولكن زاد غياب الحزب الفترة هذه خلى بعض عدم التجانس، بعض عدم التنسيق بين الأحزاب بين الوزراء، ربما عدم حسبان الحزب في عمل الحكومة وعدم إمكانية المحاسبة من طرف الحزب خلى يمكن بعض الوزراء هذا موجود. لكن بصفة عامة العمل متاعهم قاعد يتحسن. مواقفي واضحة بالنسبة، حتى ولو أنا في حزب نساند وزير منتمي للحزب، لكن
إذا كان ثم حاجة يلزم يقوم بها نقولوا له. أنا هذايا نقابيين مهما كان اتحاد الشغل عنده دور في المجتمع، لابد أخذ بعين الاعتبار النقاش حتى ولو ثم خطأ أو حتى إكسي من نقابي. هذايا أنت يلزم تحكي معاه وتتشاور، وثم قيادة مركزية نرجع لها، الحوار مع الاتحاد الشغل لحل مشاكل وزارة الصحة. أنه تونس ما تحل مشاكلها سواء الكبرى ولا القطاعية إلا بالتفاوض مع اتحاد الشغل اللي هو عنصر أساسي في كل التوازنات العامة والخاصة والقطاعية. حتى كان ثم معناها تجاوز ولا من الطرف النقابي يلزم تتشاور معاه وتصلح، وثم قيادة مركزية ناضجة وعندها تجربة كبيرة في المفاوضات وفضان النزاعات نرجع لها ونشوفوا الإشكاليات. وهذه فترة انتقالية نوخروا حتى في مراجعة بعض القرارات، وتقع هذه في المراحل الانتقالية. الدولة معناها المؤسسات ما زالت هشة، ما فيها بأس نتحاوروا، وحتى كان قدمنا وغلطنا نرجعوا، ما فيها حتى إشكال. خرجت لو بريمي توا شهر ونهارين. شنو بقى الذاكرة تجربة ثرية ياسر. مؤسسة الرئاسة آلة كبيرة برشا، فيها جانب أمني وجانب مدني، فيها ذكريات كبيرة، خصوصا يوم دخول للقصر وتحقيق نتائج الانتخابات والتكفل بتسيير الحزب. قمنا بقرارات وتنظيم عديد من القرارات في تنظيم تسيير الرئاسة. دخلنا تقاليد جديدة في العمل في الرئاسة. عندي أسوأ ذكرى هو يوم استشهاد أعوان الأمن الرئاسي اللي كنت حاضر. معناها خلقت بعد 7 دقائق في مكان الحادث، وكان مشهد معناها عمري ما شفت المشهد هذاك. كان مشهد معناها مؤثر. نعرف عدد منهم، وكان مشهد مؤثر جدا. وهذيك الذكرى معناها تنجم تقول أعتقد الرئاسة في النظام الجديد فيها جانب صلاحية الرئيس، وفيها جانب بروتوكولي معناها مناسباتي يتكرر، أعياد وديزيفينمون كل واحد. أنا مانيشي متاع معناها حاجات أعتقد أنه العام الأول ركزنا تقاليد جديدة في التعامل الإداري، في الانضباط، في بعض حاجات اللي ربما في الفترة الانتقالية السابقة وقع هكا شوية تراخي، وكل رجعنا الفونكسيونمون معناها دو لا بريزيدونس. ولات توا باش تولي امور معناها تتعاود، مناسبات، اعياد. هو منصب صعيب، فيه جانب اداري وفيه جانب لابد باش يكون مدير الديوان في نظام سياسي الحالي، يكون معناها هو حلقة الوصل بين الرئيس والحكومة ومجلس نواب الشعب. معناها باش يظهر عنده تجربة باش يقوم بالمهمة التنسيق هذه اللي توا يكتسبها بالوقت، يكتسبها الوقت. ربما هو مدير ديوان ديما يرجع للرئيس، هو اختيار شخصي ويلزم ثم تفاهم خاص. معناها الوزير أو رئيس الجمهورية يختار رئيس ديوانه على أمور معناها ديزافينيتي، يلزم يكون يرتاح له مش أكثر ربما حتى من الكفاءة، لأن فيه جانب ثقة، جانب علاقة شخصية، دونك من حقه باش يختار اللي يحب. تعهداتي أنا الهدف أنه الحزب كيما خلاه الرئيس كي مشى لرئاسة الجمهورية، نحب نتعهد أو نحقق أن نرجعه كيما كان في ديسمبر 2014.